اعمل لك ايه؟ طيب اتزلنا منوم او اي حاجه. ادخل. السلام عليكم يا هانم. انا جبت الطلبات للهانم الصغيره. مين انتي؟ انا اول مره اشوفك. انا البوابه الجديده يا ست هانم. طب خليكي معايا ثواني بس، معايا تليفون. حاضر يا هانم. امال انا جبتها لكم في دار المسنين ليه؟ ما علشان انا مش فاضيالها ولا عارفه اهتم بيها. يا فندم حضرتك والدتك تعبانه وكل شويه تنادي باسمك. يا فندم دي بتخرف بحكم سنها. انتوا بس دخلوها في اوضه وقفلوا عليها وسيبوها تعمل اللي هي عايزاه، وبعدين خفوا شويه تليفونات، مش كل يوم الحوار ده. سلام. يا ست هانم، هي الهانم اللي حضرتك بتتكلمي عليها اللي في دار المسنين دي والدة حضرتك؟ ايوه. طب تسمحي لي حضرتك بس اخد من وقت حضرتك دقيقه واحده؟ ممكن، بس بسرعه عشان انا مش فاضيه. كان في ست غنيه جدا، شغلها وسفرها شغلوها، والفلوس نستها نفسها ونستها نعمة ربنا وفضل أمها عليها. لما جار بيها الزمن خدتها وودتها دار المسنين، وما كانتش بتزورها أبدا. ولما كان يجيلها تليفون من الدار علشان تزور والدتها كانت تقول لهم مش فاضية، لحد ما جالها تليفون وقالوا لها إن والدتك بتموت وتعالي بسرعة، وخدت بعضها وراحت على الدار. والموضوع بالنسبة لها ما كانش غير تقضية واجب والسلام. ولما راحت لها هناك سألتها نفسك في حاجة أعملها لك؟ قالت لها يا بنتي نفسك تركبي مراوح في الدار، لأن هنا مفيش مراوح وأنا الحر كان بياكل في جسمي، ونفسي تجيبي تلاجة كمان للدار علشان هنا مفيش تلاجة، والأكل كان بيبوظ وأنا كنت كتير قوي بنام وأنا جعانة. ردت عليها وقالت لها وانت جاية تطلبي الحاجات دي وانت بتموتي؟ فردت وقالت لها لا يا بنتي، أنا الحاجات دي مش ليا، أنا جسمي خد على الحر ومعدتي اتعودت على الجوع. أنا كل خوفي عليكي يا بنتي لما تكبري وعيالك يجيبوكي هنا. وماتت يا ست هاني، ومن ساعتها وأنا نفسي أشوفها دقيقة واحدة وأنا أعيش خدامة تحت رجليها طول العمر، ولا إني أرميها في الدار. أيوة يا ست هاني، الناقصة اللي بحكي لك عنها دي تبقى أنا. أيوة أنا الغنية اللي كان معايا فلوس وكان عندي شغل، ودلوقتي البوابة اللي حضرتك شايفاها. أنا اللي مبقاش حيلتي اللضا، أنا اللي اتجوزت واحد خد كل حاجة عندي. صدقيني يا ست هاني، كل حاجة في الدنيا دي تتعوض إلا الأم. وأنا آسفة إني طولت على حضرتك. السلام عليكم. ألو. شد حيلك يا فندم، والدة حضرتك فضلت تنادي عليكي زي ما بلغناكي لحد ما ماتت. يا وجع القلب يا دنيا